رئيس البلدية، أنت ربما تكون من أصغر رؤساء البلدية في الوطن، ومع ذلك لقد أحدثت تغييرات كبيرة في مدينة طلعسة بأكملها في ظرف نعم. وجيز. ورغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها، وأثبتت عزيمتك وإخلاصك في خدمة المواطنين. المواطنون يعبرون عن محبتهم وتقديرهم لكم على اللمسات من التغييرات الإيجابية والجهود الواضحة في خدمة البلدية طلعسة. صراحة أنت لمست صعوبات إلى إنجازات ملموسة، يعني صراحة. ماذا أقول لك في الأخير؟ شكرا لكم على الجهود المتواصلة من أجل تحسين الحياة والتطوير المدينة طلعسة. أشكركم على كلماتكم الطيبة وعلى المتابعة الإعلامية الجادة. ما نقدمه اليوم هو واجب تجاه مواطنينا، ونجاح أي رئيس بلدية هو ثمرة عمل جماعي يشارك فيه المنتخبون، العمال والمجتمع المدني خاصة. نحن في بلدية طلعسة نعتبر ثقة المواطن هو أكبر تكريم، وهي التي تدفعنا لمواصلة العمل بجد وبكل شفافية بعيدا عن أي مبالغة أو ألقاب. أجدد شكري لكم وللأسرة الإعلامية، وأؤكد التزامنا الدائم بخدمة الصالح العام وتحقيق ما ينتظره منا المواطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع.